والتي ستكون مع الزميلين مهدي فودي من الرباط وعلي شاهين من عمان. مهدي فودي أولا، تفضل. تحية طيبة لك حمد، لضيوفك في الاستوديو ولكل مشاهدي قنوات بين سبورتس من هنا من العاصمة الرباط، التي تتأهب لضربة بداية العرس الإفريقي قبل 5 أيام بالتمام والكمال. تأهب وترقب كبير، عين هنا على العرس الإفريقي وعين ثانية على الحدث الأبرز هناك في الدوحة في قطر، وهو الحدث الأول نهائي كأس العرب بين أسود الأطلس والنشامة الأردن، وهو أبرز ما تسلط عليه الضوء الجرائد والصحف والمواقع. سنستهل جولتنا بجريدة المنتخب الشهيرة التي عنونت في عددها الصادر اليوم: الأسود في نهائي كأس العرب، المغرب 3 الإمارات 0، مسحنا الأبيض، وهو عنوان يشير إلى اكتساح المنتخب المغربي للأبيض الإماراتي بنتيجة عريضة، حيث تقول الجريدة أن أسود الأطلس يواصلون حضورهم البراق في كأس العرب، فازوا على الأبيض الإماراتي بثلاثية نظيفة وتأهلوا إلى المباراة النهائية ليكتبوا فصلا جديدا من فصول التميز في هذا العرس العربي الكبير. طبعا الجريدة تطرقت إلى قوة المباراة وإلى مجريات المباراة التي كانت قوية مثيرة بكل المقاييس، واجه خلالها أسود الأطلس فريقا محكما منظما قويا، كذلك يعرف جيدا كيف يهدد، كيف يصنع الفرص، لكن الأسود كانت أكثر واقعية وأكثر فعالية أمام المرمى. المنتخب دافع بشراسة وعرف متى وكيف يسجل الأهداف الثلاثة، وبالتالي تأهل عن جدارة واستحقاق إلى المشهد الختامي لهذه البطولة. سنواصل دائما مع جريدة المنتخب وهي المختصة في أخبار منتخبات المغرب، وهذه المرة مع إنجاز ربما يحسب للمدرب طارق السكتيوي. عنونت الجريدة السكتيوي برقم قياسي غير مسبوق. تقول الجريدة أنه من بين الأطر الوطنية لا يوجد مدرب سبق السكتيوي لهذا الإنجاز المتفرد والرائع بحد تعبيرها، باعتباره المدرب الوحيد في تاريخ الكرة المغربية الذي سيتم تكليفه في 1.5 عام ب3 مهمات مختلفة في تظاهرات مجمعة عملاقة، والنتيجة يعلمها الجميع: قاد الأولمبيين لبرونزية تاريخية في باريس، وعاد ليقود المحليين للظفر بكأس شان قبل 3 أشهر، والآن يخوض النهائي الثاني تواليا له مع منتخب رديف وفي مسابقة عربية ترعاها الفيفا، وبالتالي يتمكن من الصعود للبوديوم في 3 تجارب مختلفة متفرقة: أولمبياد باريس، كأس بطولة أفريقيا للمحليين الشان، والآن كأس العرب. وهذه الأرقام تلخص علو كعب المدرب طارق السكتيوي ومعه الإطار المغربي، ولا شيء بالصدفة ولا شيء يأتي بالحظ على حد تعبير الجريدة. دائما مع جريدة المنتخب ومع الأرقام القياسية، والآن مع الرقم القياسي للحارس مهدي بن عبيد، حيث عنونت الجريدة بن عبيد بإنجاز مميز في تاريخ الكرة المغربية. لكن قبل ذلك الحارس مهدي بن عبيد يصبح أول حارس في تاريخ كأس العرب ينهي 4 مباريات بشباك نظيفة. الجريدة تأمل أن يعزز الحارس، حارس الوداد الرياضي، هذا الرقم القياسي بالتتويج مع المنتخب المغربي دون أن يستقبل أي هدف، لينهي المسابقة بكلينشيت 5، ويكون بالتالي أول حارس مغربي في تاريخ الكرة المغربية يشارك في تظاهرة مجمعة دون أن تستقبل شباكه أي هدف. وهذا أمل طبعا الجريدة وأمل الجماهير المغربية أمام المنتخب الأردني. ستكون المهمة صعبة طبعا، لن تكون سهلة المنال بالنسبة للمنتخب المغربي وكذلك الحارس بن عبيد، لكن في الواقع الحارس بن عبيد لم يكن رهن الاختبار في مناسبات كثيرة، باعتبار أن خط الدفاع كان قويا بثنائية مروان سعدان وبوفتيني، وكذلك قوة الظهيرين بولكسوت وكذلك حمزة المساوي. ختام هذه الجولة سيكون مع موقع هيسبورت الرياضي الذي تطرق للمشهد الختامي وعنون أسود الأطلس والنشامة وجها لوجه في نهائي تاريخي لكأس العرب. وتطرقت جريدة هيسبورت أو الموقع هيسبورت للمباريات النهائية ولرهاناتها، والتي سيحتضنها استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة الخميس المقبل. مواجهة نهائية غير مسبوقة في تاريخ كأس العرب تجمع بين المنتخبين
2022 في نسخة وصفت بأنها الأكثر مفاجآت منذ استحداث البطولة بصيغتها الحديثة. المنتخبان بلغا النهائي عن جدارة بعد تجاوز عقبات صعبة في نصف النهائي. المنتخب المغربي تجاوز عقبة المنتخب الإماراتي، والأردني تمكن من الإطاحة بالمنتخب السعودي أحد أبرز المرشحين للظفر باللقب في لقاء تكتيكي محكم. موقع هيس سبورت ربما لخص مشهدي المربع الذهبي في قوة المغرب أمام المنتخب الإماراتي واكتساحه للأبيض الإماراتي على جميع المستويات، وكذلك حنكة المنتخب الأردني والمدرب جمال السلامي، وأنه صنع مفاجأة مدوية بالإطاحة بمنتخب إيرفي رينار منتخب السعودي بالمنتخب اللي يشارك بجميع نجومه تقريبا، وكان من أبرز المرشحين للظفر باللقب. ثم تطرقت طبعا لرهانات النهائي وقالت بأنه نهائي بمذاق خاص لأنه يكتسي أهمية كبرى بالنسبة للإطار الفني المغربي. أول مواجهة نهائية تجمع بين المغرب والأردن، ولكن أيضا بسبب الخلفية المشتركة لمدربي الفريقين هما المغربيان طارق السكتي وجمال السلامي، تربطهما علاقة صداقة وماضي مهني مشترك. ويمثل هذا النهائي تتويجا لسنة استثنائية للكرة المغربية التي شهدت تأهل المنتخب الأول لنهائيات كأس العالم 2026 وتتويج منتخبات الشان ومنتخب أقل من 20 سنة بكأس العالم، كذلك منتخب المحليين. على كل حال كانت هذه جولتنا بخصوص ما كتبته صحافة المغرب. اللقب سيكون مغربي في جميع الأحوال سواء مع المنتخب المغربي أو مع المدرب جمال السلامي. عودة إليكم في الاستوديو. للمنتخب المغربي هذا التأهل المستحق، كابتن ربيع العفوي عرف من أين تؤكل الكتف المنتخب المغربي من بداية البطولة إلى الوصول للمباراة النهائية. المميز بالنسبة للمنتخب المغربي منذ بداية البطولة لحد الساعة وهو أنه هناك خط تصاعدي. صحيح أن المباراة الأولى كانت أمام جزر قمر المتواضع، لكن الأكيد من المباراة الثانية والتي في رأيي الشخصي كانت معقدة نسبيا، لأن الشوط الأول تحصل الفريق على فرصة وفرصتين وتقريبا لم يستطيع أن يسجلهما. الشوط الثاني بعد طرد حمد الله اضطر المدرب على أنه يدافع بالنقص العددي وأنه يكمل المباراة تقريبا أكثر من 30 دقيقة على نفس الأسلوب. مباراة المنتخب السعودي إن صح التعبير ممكن عدل ببعض الخيارات ونجح في أنه يحقق نتيجة الانتصار اللي خولت على أن المنتخب المغربي يتصدر المجموعة. ابتداء من المباراة الإقصائية لاحظنا بأن طارق السكيتيوي أصبحت له ممكن نظرة شاسعة عن مدى إمكانيات كل لاعب، عن مدى تجانس اللاعبين فيما بعضهم البعض على مستوى الخطوط سواء كانت في الدفاع وخاصة على مستوى وسط الميدان، لأنه لاحظنا بأن مباريات الكل كانت هناك دائما بعض التغييرات الطفيفة، وكذلك على مستوى الهجومي بحكم أنه تقريبا تم إشراك تيسودالي كذلك أزارو حمد الله، وهذا الثلاثي يعني رؤوس الحربة التي تم إشراكهم تقريبا بين الفينة والأخرى، واللي أكدوا كذلك على أن أحقيتهم بأنهم يشاركون خاصة في المباراة الأخيرتين. وبالنسبة لحمد الله في المباراة الأخيرة بحكم أنه أهدى تمريرة حاسمة وسجل الهدف الثالث. في رأيي الشخصي بصمة مدرب كانت واضحة لأنه أدارها بحسب المجموعة. هناك تنوع على مستوى حتى الحلول الهجومية، لا على مستوى الأجنحة، لا على مستوى المساندة الهجومية سواء الظهير الأيمن بولكسود أو الظهير الأيسر المساوي. نتمنى إن شاء الله أن يستمر هذا الأداء يعني تقريبا في المباراة النهائية. كذلك يجب الإشادة بالتعامل الجيد لأن كانت هناك إكراهات كبيرة وكبيرة جدا على مستوى الإصابات. هناك بن شرقي، هناك المليوي كرأس حربة أصيب كذلك ولم يستعين به، وهو كان هداف البطولة إفريقيا للأمم للمحليين. كذلك المليوي لاعب نهضة بركان، الهنوري كذلك لاعب الوداد البيضاوي. إصابة جات في آخر أنفاس تقريبا البطولة إن صح التعبير. الاستعانة ببعض اللاعبين الآخرين للتعويض، وبالتالي تدبيره لحد الساعة كان جيد.